يا مساء الفل عليكم جميعا، اهلا بكم في حلقه جديده من كلام جامد مع حامد. ضيفنا النهارده واحد من ناشئين الاهلي واللي لعب في اكتر من نادي في انديه الدوري الممتاز، منهم وادي دجله واسوان، واللي فجاه بدون مبررات باعتبار مركزه اللي هو حارس مرمى اللي هو بيكمل في السن لفتره اطول، فجاه بدون مبررات كده اعتزل كره القدم في سن ال 30. ضيفنا النهارده خالد وليد اللي هيقول لنا كواليس، يعني من الاخر زي ما بيقولوا. اهلا بيك يا خالد، منورنا ومشرفنا. ازيك يا عامل؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ مبسوط كله ان انا تمام؟ معاكم. الحمد لله. حبيبي ربنا يخليك، شرف ليا. شرف لي. في البدايه كده عايزين نعرف، خالد وليد كان من ناشئين النادي الاهلي، فعايزين نعرف شعورك ايه في اول مره كنت لابس تي شيرت النادي الاهلي؟ والله انا كنت بلعب في الاول في نادي المعادي، وبعد كده لعبت في مدرسة الكورة. لعبنا بطولة قدام النادي الأهلي في المقاولين. الحمد لله عملت بطولة كويسة، فكان جالي كذا عرض فاخترت إني أروح الأهلي. أول مرة الشعور ما كنتش مصدق، اللي هو خلاص بقى يعني أنا هلعب مع الناس دلوقتي اللي كنت بشوفهم بينزلوا يكسبوا 5 و6. وفاكر أول تمرينة حتى عشان عملت بطولة كويسة قدام الأهلي، اللعيبة قعدت تقول لبعض الحق جون المعادي أهو، جون المعادي بقى معانا وبتاع. ف... فمن ساعتها كنت جامد يعني يعني. بيقولوا كنت كويس. فمن ساعتها بقى دخلت في فرقة وتأقلمت على الوضع. يعني كنت في الأول خايف شوية، اللي هو الأهلي وأنا لازم أبقى نمبر 1، لازم أبقى يعني في مستوى معين. بس بعد كده لما دخلت شفت الدنيا من جوه وعشت خلاص، لا احنا كلنا بقينا عيلة واحدة وعشت هناك 8 سنين. ايه الوقت ان خالد وليد حس فيه ان هو خلاص وصل؟ في النادي الأهلي ولا عموما بشكل عام. الوقت لما بقيت امشي في الشارع الاقي الناس بتعرفني او الناس بتتكلم عليا كويس، حسيت ان انا كده كده دايما في اكتر، بس حسيت ان انا لا، اللي انا التعب اللي انا تعبته في الكوره، في التمرين، في بس المعسكرات، في ده كان في السفر ده، الاهلي ولا في وادي دجله؟ في كله، في الاهلي وفي وادي دجله في اسوان. يعني كل فتره من الثلاثه ليها حلوها وليها الوحش بتاعها. يعني في الاهلي انا كنت بلعب، مفيش في دماغي اي حاجه، انا بروح انت التمرين عايز تلعب بلعب. بس اه كده. عايز العب بس، ما افكرش في فلوس، ما افكرش في اي حاجه. نفسي اروح اه. المنتخب، نفسي اتصعد الفرقه اللي اكبر مني. وادي دجله الموضوع اختلف شويه. كانت الدنيا الى حد ما مستقره مثلا ماديا، او مم. كمنظومه. بس انا كنت بدور على اللعب اكتر، عشان انا في وادي دجله لعبت 5 سنين او قعدت 5 سنين، نصهم مع عصام الحضري ونصهم مع عبد المنصف. تمام. فكان اللعب ساعتها صعب، مش عارف كان صعب عليا انا بس ولا صعب على الناس كلها، بس انت اللعب برضه كان لعبت مع صعب. اتنين يعني اتنين كبار. اه طبعا لعبت صح. مع، يعني شفت كتير. اه. ففترة وادي دجلة دي كانت أحسن، يعني كان بيبقى دايما بفكر اللي هو طب أنا عايز ألعب. مم. فكان الحلو بتاعها إن هي مستقرة إلى حد ما، ممكن ماديا ومعنويا كمنظومة، بس في نفس الوقت أنا عايز ألعب خلاص، أنا تمام. بكبر، أنا ولما بلعب ببقى كويس، طب ليه ما أكملش؟ فترة أسوان جربت اللعب. هنيجي فترة فترة. ماشي. خلال فترة الناشئين كان الكابتن إكرامي الكبير اللي هو وليد شريف إكرامي تمام. كان هو مدرب الحراس ليه، صح كده ولا؟ تمام، فرقة الشباب اللي هي فرقة الفرقة اللي تحت الشباب. الفريق الأول على طول. تمام، وكان الكابتن شريف إكرامي ساعتها في كان جون في الفريق لسه الأول، الفريق الأول. تمام. هل في وقت من الأوقات حسيت إن هو ممكن كابتن إكرامي الكبير مثلا بيكون شايف حارس كويس أو مستوى كويس اللي هو يمنعه اللي هو يطلع الفريق الأول، ولا الموضوع ده كان بيبقى ماشي إزاي؟ بص انا من ساعه ما رحت النادي الاهلي وانا صغير بشوف كابتن اكرامي على طول كده ماشي لوحده، محدش بيقرب منه، في حاله خلاص، تمام، سلام عليكم سلام عليكم. هل لما بدات اقرب بقى وخلاص انا هتبقى فرقتي فرقه الشباب. هل كنت طلعت فريق الاول قبلها، اتمرنت معاهم شويه، نزلت مع كابتن اكرامي. قرص عليا في التمرين شويه، اتعورت، فهو افتكرني بتدلع، فقال لي طب انا هوريك. قال لك أوريك؟ يعني قال لي انت بتهرب من التمرين معايا، انت مش عايز تتمرن معايا وعايز تنزل على الفريق الاول على طول، طب انا هوريك. بس طب ده بسبب إيه يعني؟ عشان اللي أنت اتصبت يعني؟ اتعورت، وكان بالصدفه ان انا اول تمرين هنزل الملعب كان الفريق الاول لسه راجع من مكانه، كان بيلعب دي سنه الكونفدراليه اللي خدنا فيها الكونفدرالية؟ الكونفدراليه. اوكي، ده جريدو. ايام اوكي. جريدو. فكان بالصدفه الاول تمرين هنزل فيها الملعب كان مع الفريق الاول، فهو كان فاكر ان انا بهرب من التمرين اوكي، يعني معاه. انت شايف ان انت اه بتهرب علشان رايح بتداعى الفريق المرض. الاول فانت انا مش عايز اتمرن معاك حلو. فقال لي انت فاكر نفسك، انت فاكر يعني ان انا مش هعرف اوصل لك او حاجه، يعني فيما معناه ده اللي هو انت بتهرب من تمرين معاه عشان تتمرن مع الفريق الاول، طب انا هوريك. حلو. بس طلعت الفريق الاول. كنت بتمرن معاهم وكنت ماشي كويس. عرفت ان فرقتي رايحه بس هو معسكر. كده خايف عليك يعني، مش بص انا ما اعرفش هو كان حاسبها ازاي، بس يعني يعني انت شعورك كان ايه؟
كنت حاسس ايه؟ لما هو قال لي كده انا ما كنتش يعني اللي هو انا عايز يا كابتن، لا ده ما حصلش. انا بس الدكتور اهو، انت كنت تسال الدكتور يعني الجهاز الطبي وانت ما كله. قلتلوش ليه كده؟ قلت له، بس هو كابتن اكرامي كان عنيد شويه، كان في دماغه. يعني هو الناس كلها لو عايز تعمل حاجه وعايز يعمل حاجه كانت تعمل حاجه. مم. فطلعت الفريق الاول، اتمرنت شويه معاهم، بعد كده عرفت ان فرقتي رايحه معسكر تحضيري، وعارف ان كده كده خلاص هيصعدوا اي جون من تحت يسافر مع الفرقه. بس كان كابتن وائل جمعه مدير الكوره ساعتها، لقيته ندهني في يوم قال لي يا خالد معلش انت هتسافر مع فرقتك، كابتن اكرامي طلبك، احنا قلنا له ان احنا عايزينك وانت ماشي حسيت في الوقت كويس. ده ايه بقى؟ حسيت في الوقت ده اللي هو يعني سيبوني خلاص، ده معسكر مش هستفاد بيه حاجه، انا بتمرن مع الفريق الاول. ف بس مش ناحيه حاجه من الكابتن اكرام الكبير ناحيتك لشريف لشريف، او كده بص ولا؟ شريف اكرامي يعني على المستوى الشخصي محترم جدا. طبعا. فانا لو هتكلم على كابتن اكرامي هفصل شريف اكرامي عنه خالص، انا بتكلم عن الواقعه اللي حصل لك حصلت مع الواقع كابتن على الاقل اكرامي. بالظبط. اه فالمهم قالوا لي انت هتنزل مع فرقتك، هتسافر معاهم معسكر ولما ترجع هتطلع. حتى اول ما رحنا المعسكر كان دكتور خالد محمود ساعتها قال لي كابتن طارق سليمان قال لي ركز معاك في اكلك وفي وزنك وفي تمرينك عشان انت لما يعني ترجع. الفريق الاول مركز معاك. مركز معايا عشان انت لما تطلع بنسبه كبيره هتأيد معاهم في فوق رابع في افريقيا. اوكي. كان ساعتها موجود شريف اكرامي واحمد علي عبد المنعم ومسعد عوض، كنت قاعد معاهم رابع. ايوه. بس نزلت تحت فرقتي ما شمتش النور تاني. يعني مش هقول لك بقى ان انا ما شمتش فريق اول تاني، انا فرقتي حتى ما كنتش بخش السكور، يعني مش كنا السكور. حتى الماتش الودي كنا بنلعب كل اسبوع ماتش ودي بعد الماتش الرسمي. ماتش ده الودي كان بسبب الكابتن اكرام الكبير. كابتن اكرامي اللي هيقوله هيمشي على الكل كده كده فوق وتحت. انا عايز الجون ده، الجون ده هينزل، انا عايز الجون ده يطلع، الجون ده هو لا يطلع. طلب كده يعني؟ هو طلب كده. معرفش بقى مشوها ازاي لا معاه. لا، هو انت عرفت ان هو طلب كده صراحه ولا طلب هو صراحة، انت؟ طلب ان انا انزل معاه المعسكر ده، حتى قال لهم لا اللعب، عدم اللعب. عدم اللعب. ما هو بص كان المدير الفني كابتن فتحي مبروك، حلو. كان المدير، وكان المدرب الجون كابتن اكرامي. في معظم الاوقات المتعارف عليه المدير الفني هو اللي بيحط حارس شريف. المرمى. تمام. لكن في بعض الكوادر بتبقى هي لا انا اللي احط الجون. حلو. فكابتن اكرامي اكيد منهم. يعني انت يعني انت بتقول مش حاجه ما ما عرفتش هو معاها. ما هو كده كده يعني في النادي الاهلي احنا حاجه عندنا. بتخمن عموما يعني. ما هو مش محتاج اخمن، انا عارف كابتن اكرامي بشوفه من وانا صغير، اللي بيقول عليه وبيلعب هو اللي بيلعب. يعني هقول لك حاجه مثلا، حاجه من الحاجات احنا كنا بعد كل ماتش ودي، بعد كل ماتش رسمي بيعملوا ماتش ودي للناس اللي ما لعبتش تلعب. نفس الماتش صح؟ انا الماتش الودي ده تلعب. لا، كنت بجري الشوط الاول كله 45 دقيقه والشوط الثاني العب. يعني باخد شوط ودي في ماتش ودي في الاسبوع وانا لسه المفروض مع ايه الفريق اللي الاول. حصل بقى؟ بس السنه لا انتهت. يعني ده ما بقاش يحصل، ما بقتش بتجري ولا بقيت بتاع لا لا خالص؟ لا، السنه كلها كده. السنه اه. كلها بتاعتي في فتره فرقه الشباب انا بتمرن بجري 45 دقيقه، بجري ال 45 دقيقه وبلعب الشوط الثاني. تمام. يعني حتى مش بلعب الشوط الاول واجري الشوط الثاني، لا انا ابقى خلصت والعب الشوط الثاني لغايه ما السنه خلصت. ما دخلتش السكور ولا ماتش في فرقتي، مع اني كنت طول عمري في الناشئين بلعب في الفرقه اللي اكبر مني، وكنت المنتخب اللي اكبر مني بتاع كابتن ربيع. بس فجت اخر السنه بقى لما هيعيدوا خمسه من تحت السن، اللي اتقال لي بعديها ان انا كان اسمي من الخمسه دول، بس انا ما بقتش العب فما ايدونيش فاستغنوا عني حاسس انك فمشيت. عرضت للظلم في الاهلي؟ حاسس ان انا ما خدتش فرصتي مع الفريق الاول. يعني في النادي الاهلي طول عمرنا ما عارفين، اكيد الناس تبقى عارفه، بيطلع دايما جم من الناشئين بيبقى ثالث، بيقعد سنه وبيمشي، او ممكن بيكمل زي ما احمد علي عبد المنعم حصل، زي ما محمود مختار، في اسماء كتير زي ما مصطفى شوبير. مصطفى شوبير كان في الفرقه اللي تحت، كان في فرقه صح. ال2000. فانا حتى دي ما خدتهاش، يعني انا ما قعدتش سنه كامله مع الفريق الاول، خدت فرصتي، طب لعبت ماتشات وديه دخلت السكور عشان الناس تقول ده ينفع جوه النادي الاهلي ولا لا. انا يوم ما جيت هيقولوا احنا نقيد مين من الخمسه، طب خالد وليد لا ده حتى ما بيخشش السكور بتاعه في فرقته. اوكي. طب تعالوا شوفوني بخش ولا لا. هي دي كانت المشكله شويه في النادي الاهلي، ان الفريق الاول عالم تاني، يعني منعزل تماما عن القطاع الناشئين. قطاع الناشئين فيه نظام وفي كل حاجه وفي مبادئ زي ما بيقولوا فعلا مش كلام، بس الفريق الاول في حته والناشئين في حته تانيه خالص. اروح بقى لمرحله وادي دجله. الباريس كلها في وادي دجله، الاكشن كله في وادي دجله. طيب بمناسبه الاكشن، انت بتقول اكشن وكده، قول لي بقى صراحه، كابتن عصام الحضري فعلا ضربك بالقلم ولا لا؟ لا الكلام ده ما حصلش خالص. ما حصلش. اللي حصل من البدايه، انا اول ما رحت وادي دجله انا رايح
داخل عالم جديد خالص. اول مره شفت عصام الحضري خالص في حياتي، انا مش مصدق نفسي، انا شفت عصام الحضري في الملعب. عصام الحضري، شفت الحضري في الملعب، ده انا هنزل اتمرن دلوقتي مع الحضري، ومستني بقى، عارف بقى، مستني بقى الاحلام اللي هو ده هيحتويني، ده هيعلمني، ده انا هبقى زيه والكلام ده. كان عندي 21 سنه ولا 20 سنه ساعتها. دخلت في الاول ما كانش بيتكلم معايا قوي، اللي هو ما يعرفنيش. بعد كده لما لقاني انت كنت الحارس الكام؟ انا رحت الحارس الرابع. رابع، تمام. يعني انت كنت معاه الرابع؟ انا رحت الرابع السنه دي، انا رحت في شهر 1. السنه دي انا مفنش، انا الجون الاول، انا اللي لاعب. تمام ماشي، كمل. المهم واحده واحده ابتدى اشوف معامله غريبه. طب انا عملت لك حاجه؟ طب انا جيت جنبك في حاجه؟ يعني ايه معامله غريبه؟ يعني بشوف، بص مبدئيا بصراحه، في التمرين الحضري هتتمرن 4 تجوان يتمرنوا معاه، 20 جون يتمرنوا معاه، هو التمرين مسخر له هو. اسطوره؟ لا التمرين بتاعه. يعني ايه التمرين بتاعه؟ يعني هو ممكن يحط التمرين، هو اللي يحط التمرين. يقول لي يعني كابتن فكري يقول لي صلاح. كابتن فكري صالح، يا كابتن انا عايز احط 1 و2 و3 و4، انا عايز اعمل النهارده 1 2 و3 و4. بس هو ممكن عشان هو يعني كحارس كبير وعنده خبره، فهو عارف ايه اللي ناقصه. هو عارف ايه اللي ناقصه، وده طبيعي، ده اللي بيحصل مع الناس كلها. بس يعني كابتن فكري ما كانش بيدربكم انتوا؟ لا، احنا كنا مثلا 4 تجوان في التمرين، كان مثلا الحضري ياخد 20 كوره، بس الحضري ياخد 20 كوره، كنا بنقول له سد. سد ياخد 20 كوره. الجون الثاني اللي معاه اللي بيخش السكور معاه ياخد 3 4 كور 5. تمام. بس والباقي بيساعد في التمرين. طب وده طبيعي؟ هو مش طبيعي، بس ما هتقول لي مين؟ ما انا ساعتها انا جاي بقول لك انا لسه جاي من ناشئين نادي الاهلي، طبعا مش راضي على الكلام ده، وجاي مش هقول لك وسط غابه، بس جاي وسط العالم الكبير ده بتاع الدوري الممتاز. فكنت فاكر ان ده الطبيعي. لا، وجاي مع الاسطوره فخلاص يا عم احنا كلنا نتمرن معاك، شوف انت عايز تعمل ايه ونعمله. تمام. ايه اللي حصل بقى في الخناقه؟ الخناقه كان بيحصل بيني وبينه مشادات كتير، انا ما اعرفش هو كان كارهني او بيكرهك ليه؟ ما تفهمش. انا ما كنت، انت بتقول انت الرابع، انا كنت الرابع. لا بس خلي بالك الخناقه دي حصلت بعد ثالث موسم ليا في وادي دجله او الثاني. يعني انا رحت الاول مع باتريس كارتيرون، بعد كده مشي باتريس كارتيرون، بعد كده جه ميدو، احمد حسام ميدو. فلما ميدو جه كان موجود مع وقت الحضري، كانت الخناقه بقى ساعه حوار ميدو. فكان في بيني وبينه مشاكل كتير على طول. انا ما بعملكش حاجه، انا ما بجيش جنبك، حرفيا ما بجيش جنبك، ولا هاجي اقول لهم قعدوا الحضري ويلعبوني. انا راجل بتمرن ومستني فرصتي تيجي زي ما اي حد بدا. حلو. فهو على طول يتكلم، انت بتلعب كوره واسطه، انت مش عارف مين اللي جايبك ايه واسطه، مش عارف واسطه ايه، ليه واسطه؟ ما انا بصد قدامك، فاهم؟ انت مين اللي جايبك، انت مش عارف ايه، انا هخليهم يمشوك اخر السنه. على فكره هم يمشوك اخر السنه. قال لك كده امتى؟ قال لي كده كذا مره، قال لي كده، بس اكتر مره فاكرها فيها. انت متاكد من يعني لا متاكد زي ما انت كده شايف. اكتر مره فاكرها اول ماتش ليا في الدوري الممتاز، كنا بنلعب الاسماعيلي يعني باتريس كارتيرون، وهو اتطرد وانا نزلت، كنت على الدكه ونزلت. الماتش ده كان لازم نكسب عشان نلعب افريقيا. ماشي. الحمد لله الماتش ده عملت ماتش كويس، والناس كلها كلمت عليا، حتى بالصدفه كان كابتن علي ماهر في الاستوديو التحليلي، كان مدربي في الناشئين، فشكر فيا. المهم بعد الماتش رحنا معسكر في العين السخنه عشان بنجهز الماتش اتحاد السكندري عشان نكسب نلعب افريقيا. ماشي. فلقيته بيقول لي انا عشان خالد تعالى انا عايزك. فقلت هيحمسني بقى، انا هلعب الماتش الجاي مفيش غيري يعني ما ينفعش. لقيته جاي يقول لي هو انت فاكر انت كنت كويس؟ دي جت معاك صدفه، انت الكوره كانت بتيجي فيك، انت مش عارف، انت كده كده هيمشوك اخر السنه. عارف بقى انت زي ما بيقولوا، يعني هو مش هيلعب اصلا، هو كده بره السكور، ما هو مطرود. انا هيدخلوا معايا جون من الناشئين، انا هلعب، هو مستحيل يلعب. بس هو ما تفهمش يعني، فاهم؟ بس انت بتقول حاجه يعني كلام غريب قوي. يعني هو يعني انا ساعتها بقى انا فهمتش، هو انت بتقول كده ليه؟ يعني اقف جنبي، طيب يا عم هيمشوني اخر السنه، بس اقف جنبي عشان اكسب الفرقه ونلعب افريقيا السنه الجايه، او تلعبوا افريقيا السنه الجايه. الفرقه تاني كان في ساعتها مدير الكوره، كان ساعتها الحصري في الجونه. انا فاكر رحت قلت له انا الحضري مضايقني، الحضري 1 2 3 4 5. حلو. قال لي بص يا خالد ببساطه، انت يوم ما تجي لك مشكله مش هنمشيها 2 لعيبه اتخانقوا مع بعض، او في مشكله 2 لعيبه، احنا هتمشي خالد وليد وعصام الحضري. فاللي هو من الاخر يمشي جنب الحيط. في الاخر عصام الحضري اسمه كبير، فكده كده هم مش هيجوا عليه، هيجوا عليك انت، فخليك ما تروحش تشتكي، وهو مدير الكوره، فاهم؟ اللي هو المفروض اقوى منصب في الفرقه. حسيت بايه ساعتها؟ حسيت بظلم بصراحه، حسيت بنوع من القهر كل عيش يعني، اللي هو كل عيش، فاهم؟ اللي هو
طب ليه؟ على ايه؟ على ايه كل ده يعني؟ فاهم قصدي؟ بس لفت الدنيا، كارتيرون مشي، ميدو جه. تمام. كانت اول لقاء بين ميدو والحضري، بين ميدو وهو مدرب والحضري وهو لعيب. مم. فكانت الدنيا بينهم، احنا الحضري وميدو، بس تحس ان في كده مشحونه كده ما بينهم. عشان ما بينهم هما الاثنين. تحس كده ان هم مش اللي احنا كنا اصحاب ملعب. يعني انا لو بكره مسكت مدرب وشفت مثلا حسام عرفات ههزر معاه واحنا لوحدنا، بس في البتاع عدي وش. لكن هو ميدو والحضري تحس ان هم، يعني تحس ان هم كانش ليهم بعض مثلا في بعض ايام المنتخب، ما اعرفش، بس تحس ان الدنيا منهم ما كانش يعني اللي هو مدرب ولعيب بس، وحضري وكابتن ميدو وخلاص. طب بس يعني الحضري مثلا ما كانش بيسمع كلام ميدو كمدير لا لا فني لا او لا 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 الكلام ده؟ مش كده، لا لا لا، هو اصل بص، هيسمع كلامه في ايه مش هيسمع كلامه في ايه، كده كده اي حد هيجي يلعب الحضري. بالظبط اللي هو تمام. بيقول عليه. وهو ميدو كان بيتكلم على الفرقه بس، الحضري كان بيجي يتمرن تمرينته مع كابتن فكري ويروح، ملوش يعني، فاهم؟ وده طبيعي. ده الطبيعي. اه بس يعني ما كانتش توصل لدرجه لا لعب وما تلعبش الحضري. بصراحه يعني اللي ليا ولا عليا اتقال. بص، تمام. اي مشاكل او اي خلافات بيني وبين عصام الحضري قبل كده حصلت، ملهاش دعوه خالص بالملعب. انا الراجل ده في الملعب وهو هيفضل طول عمره اسطوره. طبعا بس انا مش بتكلم على محتاج. خارج الملعب. خارج الملعب يعني، فاهم؟ يعني ما احبش يعني اكون، ايه؟ ما احبش لو رجع بيا الزمن وهلعب كوره تاني اكون في نادي معاه بصراحه. لو رجع بيك الزمن تاني ما تحبش تروح لا نادي لا معاه؟ لا، يعني عشان ابسط كلمه حقوقي، كبيره قوي دي. ابسط حقوقي مش هبقى مرتاح في التمرين، مش هتمرن كويس. هيبقى في على طول طب انت مشاحنات. نفسك ما اتكلمتش مثلا مع كابتن فكري ان انت تتدرب في وقت تاني؟ والله انا كنت بتدرب بره لوحدي، بس انا طب ما هو انا ده اللي هنا الاساسي، طب ما انا عايز ماشي، اشتغل طب ما هنا. اتكلم مع الكابتن انت تتدرب بعد ما يخلص. ما هو ككابتن فكري ساعات بياخدني يزود لي، بس طب وفين الاساسي؟ طب ما هو انا الراجل التاني بتاعك. مم. يعني كان معانا كابتن هيثم، ده جاله صليبي، بعد كده جبنا محمود رضا اتصاب، فبقيت انا التاني رسمي. حلو. طب انا التاني بتاعك فوقني، فاهم؟ ماشي. لكن كان كل اللي باخده مثلا ايه، ماتش ودي، اللي بنلعب مثلا طلع الجيش ماتش ودي، مش عارف بنلعب فين ماتش ودي كده. لكن كاس ودوري مستحيل. ما كنتش بشوف النور خالص، يعني تمام. مستحيل ايه اللي حرفيا. حصل بقى في المشكله؟ ما حكيتلناش لسه عن ايه المشكله اللي حصل. بقى بقول لك من ساعه ميدو، من ساعه الحصري ما قال لي كده، فخدت على ان ده اللي بيحصل على طول. حلو. ففي مره السد كان راجع من بطوله افريقيا اللي خسرنا في النهائي بتاعها من كاميرون 2-1. ده اللي هو الجابون في الجابون 2017. النني جاب جون في الفاينل ساعتها. مم. فسمعوا احنا كنا بنساعد كابتن فكري في التمرين، يعني احنا كمان بنشوط معاه كجوان على بس هو الحضري، ساعتها بنساعد الوقت بعض. ده يعني حرفيا اسطوره اسطوره. لا هو كان ده اسطوره. كان رايح هو ثالث. ونهى هو وده الجون هو الجول الاول. الاول وانقذ لا وخلي المنتخب. بالك، وكان موقف، يعني كان لا انقذ المنتخب انقذ حرفيا. المنتخب، اه كان منقذ وادي دجله بصراحه. بالظبط. انا بقول لك الكوره مش هنتكلم عليها، ما طبعا. نقدرش. فبيتكلم مع كابتن فكري صالح في التمرين، تاني تمرين رجع من الجابون تقريبا. حلو. كنا الماتش كان يوم اثنين وهنلاعب الاهلي يوم خميس. ماشي. فبيقول له يا كابتن فكري بالراحه عشان يرسم لنا ولاعيبه. حضر اللي بيقول لي كده. كابتن فكري. تمام. فكابتن فكري خلاص ماشي. فانا بحسن نيه انا كمان بساعد بس بالراحه، يعني على قد الشوطه، مش بجريه كتير، مش بشوط عليه جامد قوي في انت الحته كنت دي. اصلا بتشوط مع كنت كابتن بشوط مع كابتن فكري فكري. كابتن فكري على طول؟ بيبقى فيه تمارين مركبه، فبتبقى محتاجه يعني موقفين ثلاثه حاجات كده، يعني حراس المرمى يفهموها يعني. تمام. ف... فكان كابتن فكري لما كان بيحصل مشاكل بيني وبين الحضري زمان يقول لي لما الحضري يتخانق معاك ابتسم له، امتص غضبه، هديه. طب حلو، طب انت ليه ما عملتش كده؟ ما هو ده اللي حصل، ما هي دي اللي وصلتنا لده. فالمهم كابتن فكري، فانا بشوط بالراحه، فالحضري قال لي ايه يا ابني بتشوط بالراحه ليه؟ انت عارف طريقته دي. فقلت له يا كابتن عشان انت قلت لكابتن فكري كذا كذا كذا. اللي انت اتعلمت ان انت رجليك السمان. وجعاك وبتاع، ماتش الاهلي الخميس، احنا النهارده الاثنين. حلو. فهو من الحاجات اللي بتضايقه ان حد يعرف ان هو مصاب. هو ممكن يلعب على اصابه بس ما يقولش حد ان هو مصاب. ما يقولش لحد ان ان هو هو مصاب. مصاب ممكن يلعب على اصابه عادي. مم. بس هو يعني هو عنده جلد في الحته دي. فهو ازاي ان انا اقول قدام الناس ان الحضري رجليه وجعاه، ما حدش فيكم يتكلم معايا تاني، ما حدش فيك يسلم عليا تاني. زعلان. زعلان. اللي هيجي يسلم عليا تاني مش هيرد عليه السلام. فانا ببتسم له زي ما كابتن فكري قال. كابتن طب ليه اسدد انا عشان رجلك ومش رجلك والماتش وبتاع. لا والله هطلع من الملعب واسيب الملعب للعالمي. فميدو كان واقف ناحيه تانيه من الملعب، فميدو سامع. خلي بالك ميدو ذكي جدا، سامع ومش عايز يجي دلوقتي عشان ما يبوظش التمرين، عشان دي كانت التمرينه الاساسيه، فهيشوف بعديها ايه اللي هيحصل. حلو. المهم التمرينه خلصت بحلوها ومراها. روحنا البيت تاني يوم بنتقابل في الفندق، بنستلم اوضنا عشان هنروح التمرين معسكر يومين عشان ماتش الاهلي. ماتش الاهلي. فميدو ندهني قال لي ايه اللي حصل يا خالد منك وانا حاضر امبارح؟ قلت له يا كابتن حصل 1 2 3 4.
قال لي طب بص بعد كده لو عمل لك حاجه تعالى قول لي، رد بس بادب وتعالى قول لي عشان هجيب لك حقك، ما تخليش حد ايه يجي يعني عليك. ميدو كده معاك، ما تخليش حد يجي قالك ما عليك. حدش يجي عليك. انا قلت بقى ده ايه، عكس الحصري. عكس الحصري خالص. انا قلت عمر أوكي. بن الخطاب رجع تاني بقى، خلاص بقى وانا ايه، انا كده خلاص اللي هيجيب لي حق هو ميدو بقى العالمي. خلاص تمام. رحنا التمرين ده يوم ما كنا بنتمرن في بيتروسبورت. رحنا التمرين، هو بيخش ياخد دوره الحضري ويطلع، وانا اخش اخد دوري واطلع، ما بيتكلمش خالص. في اخر التمرين قال لي خلوه ده، تعالى شوط عليا شويه. هو اللي الاهلي. ماشي. وانا بوكر فيس كده وخلاص عملت له اللي هو عايزه ومشيت. ماشي. وهو ابتدى بقى ايه اللي هو مش فاهمني الحضري، انت مالك عامل كده ليه؟ انا كده كده مش هستغل ان ميدو قال لي اعمل كذا كذا كذا، بس انا لو انت ضايقتني انا هروح اقول. انا بقى احنا مش جايين بقى حرب عصابات. بس جينا يوم كده كانكم في مدرسه. بالظبط. جينا يوم الاربعاء في التمرين، هو بياخد دوره ويطلع وانا اخد دوره واطلع، بكره ماتش الاهلي. فلقيته يقول لي كابتن تعالى اقعد جنبي هنا ولا احنا مش فرقه واحده؟ فرحت قعدت وسكت. راجل كويس اهو. ما سمعت الكلام وقعدت وسكت. قال لي انا مش راضي اذيك، انا مش راضي اعمل لك حاجه كل ده. فقلت له انت مش قلت لي تعالى اقعد جنبي وسكت؟ خلاص. قال لي انا هوريك، انا هخليهم يمشوك اخر السنه. قلت له بقول لك انت تاني هو ده غير اول مره؟ دي قالها من اليوم، دي بيقولها كل يوم. قلت له انت مش من يومين قلت لي ما حدش فيكم يسلم عليا ويتكلم معايا؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا. قال لي ولا ما تردش. وقام قام زقني كده هنا، زقني بس زقه كده، ما ضربنيش. انا اقول لك حوار يعني هو ليه اتقال ضرب. فهو حوار الضرب ده ساعتها احنا اتبلغنا من سامي متولي والكابتن دي حقيقه وماجد سامي تقريبا ساعتها. ماجد سامي باشمهندس ماجد سامي اصلا ما كانش معانا في التمرين. ايوه بس قالوا ان هو ضربه بالقلم. ما انا هقول لك بقى، احنا ماشي. زقني، فهو بيزقني كان بيزعق، فميدو سمع، فميدو جاي جري قال له يا حضري انت بتزقه ليه؟ قال له ما زقتوش. قال له انا شايفك بعينيا انت بتزقه. حلو. قال له يا كابتن ما زقتوش. قال له يا حضري هتكدبني، انا شايفك بعينيا. دي مواجهه ناريه. فقال له اسال كابتن فكري البي بيعمل ايه بقى له يومين. فميدو ايه يا كابتن فكري اللي حصل؟ كابتن فكري مش عارف يرد، ولو رد انا اللي معايا الحق ومش هيجي على الحضري ابنه المدلل. ماشي. يا كابتن فكري ما تاخد قرار قول ايه اللي حصل. قال له اصل خالد كان بيضحك على الحضري في التمرين ايه من يومين. ايه ده الكابتن بضحك اللي هي ابتسم له بقى اللي انا قلت عليها. انا ساعتها اتعصبت قلت له بص يا كابتن على ميدو، اعرف اللي حصل كله، لو انا غلطان اخصم بقيت عقدي. فكابتن سيد متولي كان مدير الكوره ساعتها. جه قال لي ميدو العمال بتوع بتروسبورت بيتفرجوا علينا، نخلص الموضوع بعد التمرين عشان ماتش الاهلي بكره. ميدو قال له لا خلصوا دلوقتي. قال له يا كابتن مش عارف ايه، قعد يكلمه كده شويه على جنب. فميدو اقتنع. فانا ساعتها بصراحه حسيت بالظلم اللي في الدنيا كله. فطلعت من الملعب خلاص مش هتمرن. انا بقى نفسيتي حاسس ما حدش عمل لك حاجه، ما حدش وقف جنبي. فطلعت في بتروسبورت في كوريدورات كده بتاعت الاسعاف، فرحت وقفت في واحد. حلو. فميدو عمال بيقول لي يا خالد انزل التمرين. فانا بقول له لا مش هنزل، مش عصيان، انا بقول له مش عايز حد يشوفني في الحاله دي، مش خلاص مش عايز العب كوره. يعني هو ما ضربكش بالقلم؟ لا ما فيش الكلام ده. هو سيد متولي كابتن سيد متولي هو اللي طلع كلم صحفيين مصر كلهم قال لهم ده الحضري ضرب خالد بالقلم. ده ما حصلش. ولما الحضري طلع في التلفزيون قال ان هو ما ضربنيش، هو فعلا ما ضربنيش. انا ما كنتش اسمع ان هو ضربني، دي مش مستحيل، هو زقني بس كده. المهم لما رحت الكوريدور ده وقفت في الكوريدور لقيت سيد متولي جاي تعالى هنجيب لك حقك ومش هنجيب لك حقك. انا بقى ساعتها انفجرت، انتوا خايفين منه، انتوا حدش فيكم عارف يعمل له حاجه مش عارف. فاللعيبه ابتدت لا ده الموضوع زاد. فميدو سخن، انا شفت انت عملت ايه، انا غلطان، انا واقف جنبك، اطلع بره خصم 300. قال مين؟ قال الحضري. اطلع بره خصم 300,000 جنيه. خالد اقف في الجون انت اللي هتلعب بكره. على طول كده في ثانيه. محمود رضا ساعتها كانت رجليه وجعاه وكان عمال يعمل تلج، بس كانش بنسبه كبيره مش هيلحق الماتش. بس العب بكره ماشي من عند ربنا، ما طلبتهاش. فكده كده عارف ربنا يوفقك. راجعين في الاتوبيس ما تردش ابني على تليفونات خالص، مش فاهم حاجه بقى، مش فاهم الدنيا مقلوبه بره. ماشي ارد على مين؟ روحت لقطه لقيت موبايلي 40 ميست كول، 400,000 مسج، احنا مش عارفه في الجول، احنا مش عارفين رد علينا. برنامج كابتن احمد شوبير كله بقى مصر عايز اتكلم. لقيت باشمهندس ماجد سامي بيكلمني ما تزعلش مني ويلعب بكره وابقى بطل وان شاء الله ربنا يكرمك الدنيا والدين. تمام كده كله وقف معاك. خلاص بقى وخلاص القرار اتاخد، الحضري يستبعد من المعسكر وانا العب بكره وخلاص. لعبت الماتش الحمد لله، ربنا كرمني وسترها معايا وعملت ماتش كويس والناس اتكلمت عليه كويس. بعد الماتش طالعين طبعا كان في تعليمات ان ما فيش اي حد يتكلم في الاعلام. حلو.
طلع محمود رضا اليوم ده نزل صوره لرجليه ان هو مصاب. اميدو ده جايبه الصبح. الصبح. ايوه فاكر اليوم ده. اميدو جايبه في الاوضه، قال له انا مش قلت لك ما حدش ينزل؟ طيب خصم كذا. ايوه خصم منه خصم مبلغ. منه مبلغ تقريبا 100,000 حاجه كده. خصموا منه مبلغ كبير. مم. خلاص ممنوع حد يتكلم في الاعلام. الدنيا مقلوبه. ما الدنيا فعلا. انا كل ده بقى كمان في المعسكر، فمش عارف ايه اللي بيحصل بره. مم. فقبل ما نروح الماتش، على غدا الماتش، فميدو كده وجي وقف جنبي، كان قاعد جنبي حسام عرفات، قال لي يا خالد انت اخر 24 ساعه انت اشهر لعيب في مصر. فضحكت ولسه مش فاهم. المهم خلصت الماتش، لقيت مذيع مراسل جاي بيعمل معايا لقاء. قلت له لا انا ممنوع اتكلم. قال لي لا لا والله انا واخد لك الاذن ومش واخد لك الاذن. فلسه بتكلم، لقيت كان حسين عبد الدايم، اسمه حسين عبد الدايم بتاع الاحوال بتاعنا، جاي شايلني وحطني جوه اوضه اللبس. طبعا انت شايف الناس عماله تخصم لها. هو بقى ضحك عليا، قال لي انا واخد لك اذن. اوكي. ميدو بقى انا مش قلت لك ما تتكلمش، انا مش عارف ايه، طب انت كمان خصم. خدت لي خصم محترم. حاضر. كام؟ كان ساعتها اتخصم لي 30,000 جنيه، بس الكلام ده في 2017 كان كنت 30,000 رقم جنيه كبير. مقدم عربيه. بس خلصت. روحت البيت اليوم ده، كلموني بالليل في التليفون برضو، احنا برنامج كابتن كريم حسن شحاته، اطلع معانا مداخله، طب خدوا لي اذن. كابتن سامي متولي قال لي خلاص اطلع اتكلم. قلت لهم بس مش هتكلم عن المشكله، هتكلم عن بس كده الكوره كده بس. جالك اذن. كان جالي في الاول، ما كانش جالي اذن، وبعد كده جابوا لي اذن. حلو. مش هتكلم عن الحضري، انا هتكلم بس عن الماتش، لو هتتكلموا عن ان انا كنت كويس في الماتش الحمد لله. حلو. فسمع كابتن كريم حسن شحاته بيقول له حضري وخالد معانا هو على الخط الثاني ندخله. فقال له دخله. انت قافل السكه. قفلت. طب ما حبيتش تدخل ليه؟ اخش اقول ايه؟ ما احنا متخانقين امبارح. هخش اقول ايه؟ بس ممكن كان يبقى في صلح. ما يعني بص، يعني ما تصالحنيش، فاهم، في حته قد كده. لا بس بصراحه ده قدام مصر كلها، ده انت كده داخل. لا انا ما يعني كنتش، برنامج. يعني انا ما كنتش ساعتها لسه صفيت، ما كنتش حاسس يعني. كنت اللي شايله كتير بقى، كان تراكم مشاكل على طول والى حد ما ظلم واللي هو ليه. فلا انا كنت عايز اخد جنبي. تمام. بس المهم قمت قافل السكه. بتوع الاعداد كلموني قالوا لي انت عيب اللي انت عملته ده يا كابتن. قلت لهم عيب، ما ينفعش اتكلم معاه. قالوا خلاص تخش تتكلم مع كابتن كريم حسن شحاته. دخلت اتكلمت مع كابتن كريم حسن شحاته بس ما اتكلمتش عن الكابتن. لا ما كانش على الواقعه. تاني يوم بقى كانت الفكره كلها ماشي صلاه الجمعه، ماشي واحد صاحبي لقيت هو تليفون جاله على تليفونه هو، خالد وليد معاك؟ ايوه احنا برنامج كذا كذا. كان برنامج يعقوب السعد ساعتها القاهره بالعربي. تعالى هتطلع معانا النهارده على الهواء وبتاع. قلت لهم هاتوا لي الاذن. قالوا لي طيب كابتن سيد متولي هيكلمك. كلمني قال لي. قلت لهم طب لو جابوا سيره كابتن عصام الحضري؟ قال لي قول لهم بس ان هي شدت ملعب خلاص خدت الابروف وكل حاجه. خدت الابروف. قول لهم ان هي شدت ملعب وخلصت، هم هيكلموك ان انت كنت كويس في الماتش. ماشي تمام ماشي. بعتوا لي العربيه، رحت الاستوديو، فقعدت في اوضه انتظار، دخلت لقيت كابتن محمود الخطيب و كابتن حازم امام. فكابتن محمود الخطيب ما لحقتش اقعد معاه ولا اي حاجه، كان عنده طالع على الهوا يعني، بس زي حضرتك كابتن وطلع. كابتن حازم امام قال لي انا عارفك. مشهور انت خلاص. فكابتن حازم امام قال لي انا عارفك. قلت له انا خالد وليد اللي لعبت امبارح. قال لي ايوه انت جون كويس. قعدنا نتكلم شويه، فالولد خلاص جاي لي بيركب لي المايك، طالعين ففي شاشه التلفزيون زي على البرنامج. ايوه. فلقيت الحضري على الهوا. ده كنترول. فلقيت الحضري على الهوا. قلت له استنى يا ابني انت بتعمل ايه؟ خد انا مش هطلع. قال لي انت بتعمل ايه يا كابتن؟ قلت له مش هطلع. قال لي طب انت كده بتاذيني في شغلي. قلت له انا يعني واخد امر ان انا ما اتكلمش معاه، او واخد تعليمات ما اتكلمش معاه، ثم هو اللي غلطان فيا، هو اللي يطلع عليا. طب انت رفضت تطلع؟ رفضت. بس كابتن حازم امام ساعتها قال لي بص انت اثبتت للناس كلها انك جون كويس، اثبت لهم انك محترم وابن ناس والناس كلها واقفه معاك، اطلع. طلعتوا مع بعض على الهوا، خلاص بقى الدنيا اتصافت بينكم انتوا الاثنين بعدها. بص هو احنا طبعا مفيش عزومه، احنا مفيش الاثنين حاجه حلوه كده. لا مفيش، لا مفيش الكلام ده خالص. احنا قعدنا 3 شهور بعدين ما بنتكلمش. بس هو جه فتره كده اداني لبس من عنده. حلو. اتمرنت بيه شويه اللبس ده، بس يعني ده حاجه كويسه يعني حاجه من حاجات المنتخب اتمرنت بيهم شويه. حلو. بس الدنيا ما كانتش ألذ حاجه معايا يعني. يعني ما كنتش حاسس ان انا مش عارف، ما كنتش حاسس ان انا مظبط، او يمكن انا مش متعود البس حاجه من حد، بس انا كنت واخدها من يعني ايه مش مظبط؟ يعني ما كنتش كويس في التمرين، ما كنت على طول بتصاب. ما هو يعني ايه بتاخد، يعني خدت طقم، يعني انت لبست طقم يعني اللي هي الحاجات اللي هي الاسترتشات اللي هي اللعيبه بتلبسها تحت كانت هو جابوا لك هديه. هم في مره لقيته بيديهم لي بيقول لي اتفضل خد دول مني. فاتبسطت. لا واتبسطت، بس انا ما ارتحتش فيهم بصراحه، او حسيت ان انا مخنوق وانا لابسهم. يمكن بقى انا ما بحبش البس حاجه مش بتاعتي، الله اعلم ساعتها. بس يعني شعور مش عارف، كنت حاسس بخنقه كده، مش عارف اصد، وكنت بتصاب كتير
حتى ركبتي لفت ساعتها، عملت عمليه غضروف، عملت استئصال غضروف بسبب الطقم ده؟ لا مش بسبب الطقم، انا الفتره دي كنت مصاب كتير، ما كنتش مظبط، فاللي هو لا انا رجعت بقى للروتين بتاعي بقى، اللي هو انا حاجتي معايا وتمام. انا الهديه ما كانتش حلوه يعني؟ لا يعني هديه مقبوله كده كده كتر خيره، بس يعني انا بحب حاجتي انا، يعني استخدم حاجتي فاهم، ما احبش حد ده طول عمري ليا دولابي ليا حاجتي، بستخدم حاجتي، ما حدش ياخد حاجه مني يعني، او ما اديش حاجه لحد يعني، مش بخل والله، بس اللي هو انا ببقى معتز بحاجتي يعني، لو حد عايز حاجه عينيا اجيب له حاجه جديده، بس حاجتي انا بحبها يعني. هل يعني طول لعبك في اكتر من نادي، هل مثلا في لعيبه بقى لها طقوس معينه؟ يعني مثلا انت وانت في ده مثلا كان معاك كابتن عصام الحضري، هل مثلا بيبقى ليه طقوس معينه بينزل الملعب؟ كابتن عصام الحضري كان مثلا بيتفائل ويتشائم؟ لا بص، لا بص عصام الحضري يعني كان في الاحترافيه عدى مرحله التفاؤل والتشاؤم دي، هو كان راجل عارف هو بيعمل ايه، كان بيخش اوضه اللبس يجيب حاجه صغيره كده تقريبا مصحف يحطها على اللبس ويقرا وشويه ويركز كنت معاه في الاوضه يعني؟ ما احنا في السكور معاه، وبعد كده ينزل الجون برضو يخش يقف جوه الجون برضو. يعني غرفه الفندق انت كنت لا انا بتكلم عن غرفه الماتش، لا كابتن عصام الحضري كان غالبا بيقعد لوحده في الاوضه يعني، يعني احنا دايما كل اتنين في اوضه في الاوتيل، لكن هو كان دايما بيقعد لوحده يعني عاده، مش عارف ده طبيعي على فكره، في لعيبه اصلا يعني مثلا كان احمد رفعت الله يرحمه كان في المصري في لعيبه بتحبش تقعد غير يعني، في لعيبه بتبقى عايز تبقى براحتها، في لعيبه على فكره بتنام متاخر، في لعيبه بتنام بدري قوي، في لعيبه بتصحى، في لعيبه بتعمل تمارين زياده في الاوضه، في لعيبه بتبقى عايز على طول بتوع العلاج الطبيعي عندهم. تمام. بس فوز كان بيجيب مصحف صغير، كان يجيب مصحف صغير كده يحطه على اللبس ويقرا، وبعد كده يقف قبل ما ينزل الملعب برضه، دي عاده تقريبا الجون كلها بتعملها، كان بيقعد كده شويه في الجون كده يقعد يقرا شويه كده ويبتدي التسخين بتاعه، يعني يعمل التسخين بتاعه اللي هو بقى المعتاد بقى يعني مع كابتن فكري، وبس بيلعب الماتش. دي كانت الطقوس بتاعت دي كانت الطقوس بتاعت كابتن بتاعت الحضر. تمام. رحنا بقى لمرحله اسوان. اسوان اجدع ناس في الدنيا واجدع شعب في الدنيا، تمام. بس الناس اللي ماسكين النادي دلوقتي، او الناس اللي ماسكين النادي الفتره اللي انت كنت فيها، الناس اللي الفتره اللي لسه كنت فيها لحد دلوقتي اظن انا بجد مش متابع، مش عارف في انتخابات حصلت وفي ناس تاني كسبت ولا لا، بس الناس اللي كانوا موجودين دول انا شفت منهم عدم احترافيه واذى انا ما شفتوش من حد قبل. عدم احترافيه واذى؟ لا الدنيا هناك يعني لا تمت بكره القدم بصله. يعني انت هناك بتتعامل كأنك عسكري في الحرب تايه في الصحراء، عيش. وصف غريب ده شويه. لا وابعد من كده يعني ممكن ابتدي لك من الاخر الاول. احنا جت سنه من السنين، اخر سنه ليا مع اسوان، اول السنه قاعدين في فندق في اسوان، مش ألذ حاجه عشان كانت النادي تمام. طب عايزين ماله الفندق يعني فيه؟ فندق ما فيهوش ايه يعني، هو فيه ايه فعلا؟ هو فندق ما فيهوش حاجه بجد والله؟ ما فيهوش اي حاجه يعني ما فيش قطط على طول، ما فيش اكل في المطعم، جربوا مره عملنا الاكل طلع مش كويس. طب ايه اللعيب عايز تاكل؟ انت المفروض انا ملزم منك، انت المفروض فطار غدا عشاء علاج اي حاجه عليك. كان الاداري يجي لنا كل يوم، كل لعيب ليه في اليوم 200 جنيه يطلع كده من جيبه رزمه كده والله العظيم، يطلع 200 جنيه مثلا، خد يا خالد، خد يا حسام يا عرفات، خد 200 جنيه دي اكلك النهارده، ده لك وجبه ده قوت يومك زي ما بيقولوا. فاللي هو احنا فين يا جماعه؟ احنا بنلعب لا وايه، احنا كنا لسه نازلين دوري ممتاز وحتى لما بتنزل تحت يعني، نزلت معاهم برضه، نزلنا قعدنا سنه في الممتاز بيه وصعدنا على طول، كنت معاهم، كنت الحمد لله سبب من الاسباب اللي صعدنا. انت فعلا يعني زي ما بتقولوا ايه، زي ما بيقولوا الناس مش هتنام من غير عشاء، ده اقصى طموحك انك تنام من غير عشاء. لكن انت بقى طموحك تنام من غير عشاء، لكن انت تسال على فلوس، انت مجنون ولا ايه؟ انت تسال على علاج، انت هبل فاهم؟ انت ما كانش في علاج لو لا انا حصل لي كده، ما هو ده اللي بطلني كوره يعني، يعني. بس قبل ما احكي دي موقف من مواقف السنه اللي صعدنا فيها دوري ممتاز، كنا بنكسب كل اسبوع، كنا ماشيين اول. حلو. ففي مره كان فتره الكابتن مجدي عبد العاطي؟ لا دي الفتره الثانيه، دي كانت فتره كابتن احمد بيبو. فبنكسب كل اسبوع، كان مكافاه الماتش عندنا 1000 ونص. 1000 ونص؟ كانت 1000 ونص والله. بعد الضرايب وكده كانت توصل لك كمان 1400 جنيه 1300 جنيه حاجه كده. 1300 1300 وايه، انت ماشي اول هتصعد دوري ممتاز. فرحنا اتكلمنا مع رئيس النادي وقلنا له عايزين، بقالنا 4-5 ماتشات بنكسب وعايزين مكافاه.
قال لنا ده انتوا مبلغ ايه، كبير أوي. انتوا عايزين فلوس كل اسبوع. يعني فاهم؟ خسارة يعني ولا ايه؟ لا اللي هو مش مستوعب فكره ان انا كسبت اخد عشان تحفزني ل 1000 ونص. فاهم قصدي؟ جيت بقى السنه بتاعت دي بقى اللي بطلت لي كوره، سنه ايديا دي كانت السنه دي نزلنا وداري ممتاز وانا عايز امشي باي طريقه ومش عارف امشي، فقلت هتمرن وهلعب الماتشات لغايه ما ربنا يجيب لي حاجه قبل ما الكود يقفل. تمام. بعد تاني ماتش في الدوري بنتمرن ومسافرين نلعب ماتش، فصباعي خبط في ايديا، عندي وتر اتقطع. بس الاصابه اللي كان اصابه انت يعني بتضرب انا بتمرن، لا في التمرين، احنا خلاص هنخلص التمرين دي ومسافرين الماتش في السكور، انا هلعب الماتش، فعندي وتر اتقطع. فقمت مستاذن من الكابتن على حسابي، خلي بالك انا عشت 4 سنين في اسوان على حسابي، على حسابك. لبس على حسابي، لبس الجون اللي لبسه على حسابي. لبس الجون اللي لبسه على حسابك. وده اه كان فرقه ممتاز. طبعا كان في طقم بس واحد اخضر كده هو اللي كانوا مكملين بيه بقالهم 3 سنين، بس كل الطقمه التانيه يعني اي هتجيب لي اي صور، اي طقم بومه انا لابسه ده على حسابي، ده بتاعي، اي علاج على انت حسابي. بتهرج ولا بتهرج؟ والله طبعا يعني فريق دوري ممتاز مش معاه فلوس اللي هو يدي اللعيبه اللبس. بس هي فكره مش في كده، يعني انا النهارده انا مش عايز لبس، بس عايز لما اكسب تديني فلوس، عايز تديني عقدي، عايز احس ان انا ليا قيمه عندك. انتوا بتاخدوا عقدكم ازاي؟ انت كنت بتاخد عقدك مثلا، اللي هنقول انت متفق على جنيه مثلا، متفق على جنيه، او لما الجنيه ده يوصل لك يبقى 30 قرش. 30 قرش؟ من جنيه ل 30 قرش؟ انت انت كنت تاخد كام في اسوان؟ انت لا من غير ارقام، بس انا كنت عادي بيضيع منه مثلا، يعني باخد نص عقدي مثلا او اقل شويه. انت عندك بقى كل حاجه انت بتشيلها، نسبه التوثيق انت اللي بتشيلها، الضرايب انت اللي بتشيلها، البنود ده كان اتفاق ولا ده كان اتفاق، بس انت مضطر هتعمل ايه؟ البنود التعجيزيه بقى ان انت لازم، انت حارس مرمى، حراس المرمى ما عندهمش نسبه مشاركه، لا يحط حارس المرمى نسبه مشاركه، طب ما هو جون واحد اللي بيلعب. صح. طب صعود، لازم تصعد، يعني انا كحارس مرمى عشان اخد فلوسي كامله لازم العب 75% من الماتشات واصعد الفرقه. المفروض انت شايفها قبل ما تمضي. ما انا شايفه قبل ما امضي، بس مش كل حاجه بتشوفها، يعني ممكن في بند بيتزود، سنه بتتزود كده. ده حقيقي ان الناس يا لهوي ده حقيقي جدا، يعني في لعيب بعرفه بيلعب في اسوان كان فاكر ان عقده يخلص السنه اللي فاتت، اكتشف ان فجاه ان عقده فاضل فيه سنه زياده. بص انت هناك، انت في معظم النوادي بتبقى متفق على حاجه، بتمضي على بياض وبتبقى مستأمن، فانت فاهم يعني فكره ان اللعيبه بتمضي على بياض ده حقيقيه؟ لا اللعيبه بتمضي على بياض طبعا، في كل النوادي بتمضي على بياض. على بياض كده؟ اه في لعيبه ممكن ترخم تقول لك انا عايز اشوف اللي مكتوب. ايوه طب وليه انت؟ عشان انت بيبقى في ثقه بينك وبين اللي قدامك، انا متفق على 1 2 3 انا همضي سنتين، هاخد مثلا مليون جنيه في السنه. فين الوكيل؟ ما هو وكيلي بيبقى معايا بس خلاص بيبقى متفق، يعني هو وكيل هو اللي بيقول لك امضي وخلاص وانا ضامن وبتاع، بس انا ساعه اسوان ما كانش معايا وكيل، يعني انا كنت مع نادر شوقي، وحصل زي كلاش كده صغير، ولما العقد بتاعي خلص معاه ما جددناش تاني، فانا كنت بقى بتكلم لنفسي. حلو. فانا لعبت في اسوان 4 سنين، كان عقدي سنتين خلص، جددت يعني لما صعدنا جددت سنتين كمان، وكان هم دول سنتين نهايتي في الكوره يعني. بس فايديا اتعورت طبيعي على حسابي، زي ما بقول لك يا كابتن انا هنزل القاهره اشوف انا عندي ايه. حلو. قعدت شهر في القاهره انا مش عارف انا عندي ايه، محدش عارف يشخصني. مش عارف يشخص. بس انت كده رحت عند دكاتره يعني؟ انا رحت عند دكاتره كتير، لا وعملت رنين وعملت سونار وعملت اشعه على العظم، وكنت محدش عارف. المهم وصلت للدكتور ابن حلال كبير في الحته دي، كشف عليا مانيوال، قال لي انت عندك اصابه بتيجي 1 في الألف، انت محتاج 1 في الألف. انت محتاج عمليه، عندك وتر مقطوع محتاج عمليه. طيب قالوا يا اسوان كذا 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 كذا، انت بتدلع، انت قاعد في القاهره كل ده عشان تخرج وتتفسح وتخرج مع صحابك. قلت لهم طب ما هو بديهيا بالعقل، انا لو عارف ان انا كده كده هعمل عمليه واتدلع، لكن مش هقعد كل ده وبعد كده اعمل عمليه واتدلع. طيب ماشي، عايز ايه دلوقتي؟ لو سمحتوا اعملوا لي عمليه. قعدنا شهر كمان بتحايل عليهم ان انا اعمل عمليه على حسابي، وهم يبقوا يدوني فلوس بعدها شهر. انت عايز اصلا عايز بقى انجز نفسي، بس عايز هم يدفعوا الفلوس بعدين، اللي هو اجيب لهم الفواتير ويدفعوا الفلوس بعدين، وبتحصل في نوادي كتير عادي. تمام. انا عملت العمليه بتاعتي يوم 19/12. ماشي. اول رد جالي في نص شهر 7 او في اول شهر 7. انا كل ده قاعد في القاهره، يعني عمليه بقى. انا قاعد في 6 شهور دول في البيت، عايش على حسابي، علاج على حسابي، كل حاجه على حسابي، مفيش بقى ولا عادي بينزل لي ولا فلوس العمليه بتجيلي، وما بيردوش عليا.
طب الو، طب يا حسام، طب حسام عرفات بقى كان هو صاحبي قوي من ايام وادي دجله، فاتكلمني شوف لي الناس مش عارف ايه. جم في شهر 7، الو ايوه يا خالد، احنا خلاص في فلوس. طب يا مسهل، 7 شهور انا ما بيخشليش دخل. جيت انا صارف على العمليه دي كسر ال 120,000 جنيه. 120,000 كسر 120,000 عشان في علاج طبيعي قبل، علاج طبيعي بعد. ده نسبة قد ايه في عقدك؟ 120,000 ده ساعتها كان ال 120,000 دول انا خدت، يعني لما جم رضوني بعدهم رضوني باقل منهم. ماشي. المهم خدت 120,000، دفعت بتاع حوالي 120 130,000 جنيه على العمليه. لقيتهم مأمجنين رامين لي تقريبا نص الفلوس، نص فلوس، نص ال 120,000. ماشي. قالوا لي خد. قلت لهم خد ايه؟ ما هي الفواتير هي بتقول كذا 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 كذا. قالوا لي لا ده اللي ليك عندنا، واحنا عندنا ضرايب ومش ضرايب. ماشي طب ادوني عقدي. قاموا جم حاطين لي ملاليم على الترابيزه، حرفيا ملاليم مقارنه بعقدي. حطوا لي 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ ما كنتش السنه دي خدت غير المقدم، كان مقدم صغير قوي، وكان الباقي المفروض اخده على الشهور. حطوا لي 100,000 جنيه. انا فاكر كنت في شيراتون، كنت قاعد مع حد فيهم في شيراتون. حط لي 100,000 جنيه وحط لي ورقه تنازل جنبها. قال لي بص هتمضي على التنازل هتاخد ال 100,000 جنيه، مش هتمضي على التنازل هناخد الفلوس ونمشي، وانت بقى ايه روح عيش حياتك مع الفيفا. قلت لهم بصوا انا بقى الفتره دي كلها انا كنت قاعد مكتئب في البيت، صعبان على نفسي، وكان حصل لي حاجه جالي، يعني كنت قعدت اكبت في نفسي، فحصل لي حاجه زي احمد رفعت كده الله يرحمه شويه، اللي هو الاحساس بالظلم، الكبت ده ممكن يجرى لك حاجه منه. صح. فانا بقى الحمد لله يعني ربنا ستر معايا، طفحت على بره، كان شعري بيقع يعني ايه طبعا؟ يعني شعري بقى بدأ يقع، ومكتئب بقى وكاره الدنيا وكاره الكوره شعرك كان بيقع؟ شعري كان بيقع، كان عندي حفره كده في شعري، ولما رحت للدكتور قال لي ده من الاسترس، انت في حاجه كبيره قوي تقيله على قلبك وانت صغير على اللي انت فيه ده يعني حاجه تقريبا شبيهه شويه لاحمد رفعت الله يرحمه. بس من ساعتها بقى خدت قرار انا مش عايز العبها تاني. فالناس تكلمني طب ارجع، طب جرب، طب مش عارف ايه، خلاص هم كرموني فيها. قعدت 4 سنين هناك بمقام 100 سنه، والله يكون في عوني للناس اللي بتلعب هناك دلوقتي بجد. ناس طب انت ما حاولتش تتكلم مع رئيس النادي دي؟ ما حدش بيرد عليك، اللي بيرد عليك يقول لك حاضر، بيقول لك كلام مش بعت مفهوم. رسائل لحد مثلا؟ الواتساب بتاعي مليان، الواتساب مليان، عضو اعضاء مجلس اداره، عضو. قلت لهم ايه؟ انا علي التزامات، انا محتاج فلوس، انا ده شغلي زي ما انتوا عندكم شغلكم ومصالحكم بره، انا محتاج فلوس. طب انا فين حقي؟ فين فلوس العمليه؟ فين عقدي؟ مفيش. لا حاجه انا دخلت قلت بتاع مع حد او خناقه او والله بص انا بعتي ما حزنت على حد؟ بص يعني انا كده حاسبنت على اي حد ظلمني قبل كده في اي حاجه، بس اللي هو خلاص يعني لو انتوا راضيين بده، لو انتوا راضيين باللي بيحصل لكم ده، قيس على كده مليون تاني، مليون لعيب تاني. يعني كان في لعيب مصاب معايا في نفس الفتره، كانوا يطلعوا لي فلوسي خلاص، وقفوها عشان خافوا ان هو يقول لهم عالجوني زي ما عالجتوا خالد وليد. فقال لك لا ولا خالد ولا ده. ايه ده؟ فانتوا الاثنين زي بعض؟ فاحنا الاثنين بقى عيشوا حياتكم، فاهم؟ ف ولا في مسكن حلو، ولا في لبس، ولا في تقدير، وانت مرمي في اخر الدنيا. شعب اسوان والجمهور الناس زي الفل، والمجلس القديم اللي هو احمد سليمان، الناس اللي كلها كانت ماسكه دي، الناس دي يعني كانت بتتشقلب عشان اللعيبه تبقى في خير. لكن الناس الجديده الله اعلم هم بيعملوا كده ليه، بس يعني دول اكبر سبب ان انا بطلت كوره. انا مش عايز العب كوره تاني خلاص. الناس دي كرهتني في الكوره. انا لو هم اصحابي بيقولوا لي تعالى نلعب كوره، حاجزين حجز، اقول لهم لا انا ماليش دعوه بالكوره تاني، بطلت كوره وخلاص. اي حد بيكلمني طب ارجع، طب جرب، مش عارف ايه، مش عايز اعيش مش عايز اعيش اللي شفت ده تاني. بمناسبه الراحل احمد رفعت ربنا يرحمه، الله يرحمه، الناس دايما ما في حد لعيب يعني بعد الازمه بتاعته ووفاته الناس كلها بدات على السوشيال ميديا تتكلم في طبعا جانب ايجابي وجانب سلبي. جانب سلبي كان مثلا يقول لك اصل اللعيبه بدات كلها دلوقتي بعد وفاه احمد رفعت كلها بتقول انا زي احمد رفعت. فهل انت شايف ان موضوع احمد رفعت خلى اللعيبه بقت تتكلم ولا هو الموضوع؟ خلي بالك اقول لك حاجه، الناس اللي في الشارع او الناس العاديه هو فاكر لعيب الكوره ده ماشي في جيبه مليون جنيه ورايح بيلعب كوره ساعتين ويروح. لا هي الدنيا مش كده خالص. لعيب الكوره ده هي شغلانه صعبه جدا. ممكن يبقى فيها رزق حلو، بس في طبعا جدا انت ما عندكش حياه تقريبا، انت ما عندكش، مفيش عيد، مفيش رمضان، مفيش حاجه اسمها تقول انا هغيب من التمرين عشان اروح فرح، مفيش حاجه اسمها انا عايز اقضي اول يوم رمضان مع اهلي. عندك ماتش، عندك تمرين هتسافر، عندك معسكر هتسافر، ولا تقول لي تعيد بقى، ولا تقول لي تروح ولا تيجي. زائد ان انت راس مالك في جسمك، فانت اي حاجه هتقعدك. زائد ان مش كل اللعيبه، الناس كلها فاكره ان اللعيبه كلها بتاخد ملايين.
لا ده في ناس على الله حكايتها خالص الله يحفظك. خالص. ده في ناس يعني فعلا ممشيه الشهر بالعافيه، اللعيبه بتستلف من بعض. يعني احنا في ده دوري اسوان ممتاز ولا في ناس في الدوري الممتاز كده، في ناس في الدوري الممتاز في لعيبه تستلف من بعض ومعاش فلوس وعلى فلوس القسط ومش عارف ايه، اصل احنا خسرنا اتخصم لنا، طب انا الواد مصاريف المدرسه، طب البنت عايز اجيب لها لبن، طب مش عارف ايه. في لعيبه كتير مش طب هل لعيبه الزمالك والاهلي وبيراميدز تحديدا دلوقتي هم الوحيدين اللي هم زي الناس اللي بيقولوا؟ لا، في انديه فيها فلوس. يعني مثلا غير الاهلي والزمالك وبيراميدز، في عندك البنك الاهلي فيه فلوس، عندك زد فيه فلوس، سيراميكا فيه فلوس، الاتحاد السكندري فيه فلوس، مصر فيه فلوس، المقاولين لما كان موجود كان فيه فلوس. لا الاسماعيلي يعني ربنا يعينهم، الاسماعيلي عندهم مشكله جذريه من تحت طول عمرها. يعني احنا من ساعه ما اتولدنا، من ساعه ما وعينا على الكوره، احنا بنشوف الاسماعيلي في مشكله ماليه. الله اعلم دي بتبقى سوء اداره ولا مفيش موارد، بس النهارده اللي بيتكلم في الكوره الفلوس. خلال الفتره الاخيره اكتر من لاعب بعمل معاه انترفيو كده، دايما بيتكلموا ان اللي بيتحكم في السوق هم السماسرة. هو اللي يقدر، اللي هو الوكيل يعني، يقدر هو يدخلك النادي الفلاني، يقدر ان هو يجيب لعيب بالراتب الفلاني. هل انت في خلال يعني فتره من الفترات انت لعبت في الدوري الممتاز ولعبت في الدوري الثانيه، في الدوري الممتاز تحديدا، هل ده بيحصل ولا ده لا؟ الوكلاء قربوا ينزلوا يلعبوا هم في الملعب زي ينزلوا يلعبوا؟ قربوا ينزلوا يلعبوا. الوكلاء ممكن يعملوا اي حاجه. الوكلاء هم ماشيين نوادي، كل ماشيين وكيل نوادي؟ طبعا ماشيين رؤساء النوادي كمان، في نوادي الكلمة معينه. الكبيرة دي اللي هو ماشي رئيس النادي، لا الوكيل ماشي رئيس نادي؟ طبعا يقول له انا هجيب لك كذا وكذا وخد ده بس يعني معايا. ايه ماشي رئيس نادي؟ يعني يقول له انا هجيب لك كذا كذا في المركز ده، انا عندي كذا كذا. يعني كل وكيل في جيبه ناديين ثلاثه لعيبه ما بتخش غير عن طريقه. وممكن ساعات يبقى تقدر نادي، تقول لي النادي مين؟ لا بلاش اسماء بقى عشان الناس اللي ماسكه يعني ما نجرحش في حد، بس الناس عارفه نفسها يعني. بس في مثلا انديه تكلم بس ده لعيبه. في دوري ممتاز؟ دوري كله دوري ممتاز، انا ما بتكلمش غير على دوري ممتاز. كلم اللعيب يقول له، نادي كلم لعيب احنا عايزينك، بس انت مش هتخش النادي غير عن طريق الوكيل كذا. شوف بقى انت هتتصرف ازاي مع وكيلك. هتدي لده يعني نسبته هو وده لو معاه نسبته. وكيل تاني اصلا ملوش علاقه هو ملوش علاقه، لكن خالص. انت احنا عايزينك بس مش هتخش. عايز تيجي هتخش عن طريق الوكيل ده، مش عايز تيجي ربنا يكرمك في حته تانيه. في هو وكلاء بياخدوا فلوس منهم ازاي؟ يعني يعني هو هيجيبوا النادي ده، تمام؟ بتبقى مصالح بقى من جوه الاداريين برضو. يعني مثلا في نادي من النوادي دلوقتي في الدوري الممتاز، النادي ده انا فاكر الواقعه دي. حلو. النادي ده كان جات له فتره كان اي صفقه بيشتريها. أي صفقة. اي صفقه قدامه لعيب فري، لا كان صفقه عشان نطلع منها سبوب. مش الناس اللي ماسكه بقى، الناس اللي تحت. ده هيفوقنا، ده هيخلينا نلعب افريقيا. فالسنه دي انا فاكر اللعيبه صحابي اللي كانوا في النادي ده، الاداري بتاع الفرقه دي في اول السنه كان بيروح النادي بمواصلات. كان بيروح مواصلات؟ اداري؟ بيقسموا لي بالله ان قبل ما الدوري يبدا كان الاداري ده معاه عربيتين من ما طبعا. تعالى يا باشا، صفقات. يعني مثلا هو لو قدامه ميسي ببلاش بس لعيب برجل واحده بفلوس، لا تعالى هطلع في ده مصلحه. هقول للنادي ان ده ب 10 مليون وهو اصلا ب 8. هقول للنادي اصل ده ب 12 مليون وهو اصلا ب7. زائد ان انا ممكن اخد منه كمان، اخد من النادي اللي انا مديله. النادي كرئيس نادي بيستفاد ايه؟ لا رئيس النادي، ما هو في انديه بيبقى رئيس النادي بتاعها مش فاهم السوق. هو رئيس نادي يعني منصب شرفي او مش متودك في الكوره زي ما بيقولوا، فمش فاهم. والله اللعيب ده مثلا يسوى 4 جنيه او اللعيب ده يسوى 4 مليون مثلا، تمام؟ يجي يقول له هنا بيتم اقناع رئيس النادي، ده لفه كبيره. لا طبعا يا فندم، ده مش عارف ايه، ده اللعيب ده هينفعنا، ده اصله كان بيلعب مش عارف ايه. في مديرين فنيين، يعني في مديرين فنيين بيبقوا بياكلوا عيش، فاللي هو خلاص هاتوا اللي انتوا عايزينه هشتغل باي حاجه. في مديرين فنيين بياخدوا فلوس من اللعيبه. في مديرين فنيين الوكيل بتاعه يكلم اللعيب يقول له احنا هنجيبك بس. الكلمه ده خطيره. في مدير فني في الدوري الممتاز ياخد فلوس من اللعيبه. الوكيل، ما هو المدرب بيبقى ليه وكيل زي اللعيب. حلو. فالوكيل بتاعه يكلم اللعيب الفلاني، والله يا كذا انت هتيجي عندنا بس هيطلع مبلغ كذا من عقدك هيروح للكابتن، تمام؟ هو اصلا اللعيب بيبقى للكابتن وش. طب المدير الفني ساعتها يعني ايه موقفه؟ يعني مثلا كمدير فني، انا دلوقتي كمدير فني باخد فلوس منك انت كلاعب، انت ما بتلعبش، يعني انت تبقى شايف لا ما اعرفكش، لا عادي. ما هو بص، هتبقى ايه، بتبقى زي ما بيقولوا وين سيتويشن. هديك كام ماتش كده ورا بعض سهلين، هنزلك مش عارف ايه، هلمعك برضو. ما انا فاهم، ما انا حل القرش، فاهم؟
في لعيبه كتير قوي قدامي كانت بتبقى قدامي يبقى عندها اصابه مزمنه ويروحوا نوادي ويمضوا اصابه مزمنه. ويمضوا في النوادي ويلعبوا في النوادي لمجرد ان الوكيل بتاعه كده. والله الكلام ده عادي، بس كله. هو الكلام ده لعيبه يعني الكوره اللي هتتفرج على الحلقه دي هتبقى فاهمه انا بقول ايه. يعني انا بس الفكره كلها، أنا مش عايز اجيب اسماء عشان ما نجرحش في حد، بس ده بيحصل في لعيبه بيبقى عندها اثبات مزمنه وبتروح نوادي وبتمضي وبتاخد فلوس ومبالغ طائله لمجرد ان هو جاي عن طرف الوكيل ده كذا. في الانديه الكبار. بص الاهلي والزمالك وبيراميدز الموضوع هيبقى صعب شويه عشان العين عليهم وهما بيجيبوا ناس بتنافس على بطولات. لكن الانديه بقى من بعد كده بقى الناس اللي بتصرف دي برضو بيبقى فاهم، بتبقى الدنيا ماشيه بالحب يعني. تمام. خلال بقى برضه كام نادي اللي انت لعبت فيهم الفتره الاخيره طلع حوار المراهنات وان اللعيبه بتلعب مراهنات، حصل الموضوع ده؟ حصل معايا كمان. معاك انت؟ حصل معايا مرتين. مره السنه اللي كنا ماشيين فيها في اسوان لما كنا في الممتاز ب ونصعد ممتاز، كنا ماشيين اول والحمد لله على طول كنا بنكسب. ففي مره كان لعيب بيلعب معايا في وادي دجله كلمني في التليفون قال لي بقول لك ايه من الاخر كده، الماتش اللي جاي انت هتلعب صح؟ قلت له هلعب ان شاء الله. قال لي الماتش الجاي خليه يخلص 2-0، يعني اخسروا 2-0. اخسروا 2-0 دخل فيك جونين هديك 100,000 جنيه وهدي المدير الفني بتاعك 100,000 جنيه. ده حصل معاك انت؟ كلمني في التليفون قلت له يعني طبعا اديته اللي فيه النصيب وقفلت في وشه يعني. وفي مره تانية برضه لعيب كان معايا حلو، ده عقدك كله اللي انت قلته. مثلا والله كان ساعتها بدل ده، بس يعني فيها حرمانيه. طبعا حرمانيه. الناس مستأمناني، الجمهور مستأمني واروح ادخل جونين عشان فلوس، ربنا مش هيكرمني. طب وده حصل في انديه ثانيه؟ بيحصل بيحصل. اللعيبه في لعيبه بتخش تراهن. يعني كان معايا لعيب برضه في مره كلمني انا مراتي تعبانه، انا محتاج فلوس، محتاج مبلغ مش عارف ايه. حلو. فانا كان في بيني وبينه عيش ملح، خلاص تمام يا عم بعت له فلوس هتبعتها لي امتى تاني يا كذا. قال لي هبعتها لك النهارده بالليل. حلو. الباشا اختفى حبه، يوم يومين ثلاثه اسبوع. كنت اعرف اخوه، وصلت لاخوه كلمت اخوه قال لي هو اخويا خد منك كام على طول كده. قلت له خد مني كذا كذا. ده اول ما كلمته واضح ان هو عارف. قلت له خد مني كذا كذا. قلت له هو ايه الموضوع؟ قال لي ده هو واخد فلوس من ناس كتير قوي وبيروح يراهن، وهو ضيع ورث ابونا كله على الموضوع ده. ضيع ورث كان وارث من ابوه، هو من الصعيد فورث، ضيع الورث وكان مستلف من الناس. وقال لي انا برد للناس اللي بعرف اوصل لها برد لها ورد لي الفلوس بتاعته. فحوار المراهنات ده برضو بقى منتشر. انت ممكن تروح تراهن في الكشك دلوقتي، انت ممكن تخش تدفع على وان اكسبات ده تدفع فلوس وخلاص انت راهنت تكسب، تحط 200 جنيه. خلاص بقى ممكن تحط فلوس وتراهن وتكسب بقى 200 جنيه ترجع لك 400. ما اعرفش في الدوري الممتاز. بص انا في الدوري الممتاز ما حصلتش قدامي، بس يعني كل شيء وارد. بس هو انا يعني من كتر الناس اللي بتتكلم كان في لعيبه برضه، عشان لو اكيد طبعا انت متابع كان في فرقه درجه ثانيه وكان رئيس النادي وكان الدنيا كانت كبيره في فرقه في الدرجه الثانيه او الثالثه. كان الناس بتقول ان في الدوري الممتاز حوار الاوت ده ممكن يكون فيه مراهنات. بص هو بيبقى فيه مراهنات بقى على انت بتتكلم انت في انهي فئه. يعني في لعيبه ممكن تخش اللي هي تجيب اخر ماتش يعني كورنر. في فئات طبعا المراهنات نفسها فئات. يعني اللي انا عارفه ان المراهنات نفسها فئات. انت لا انا مش مالناش دعوه يا عم ربنا يعني الله الغني فاهم. بس الموضوع منتشر جدا بصراحه يعني. ربنا يستر ويهدي الناس يا ان رب شاء الله. يا رب. استمتعت بيك يا خالد وانا يعني اكتر بجد والله. حلقه جميله جدا ان شاء الله تكسر الدنيا ونتمنى لك التوفيق يا رب يا رب وفي حياتك الجايه ان شاء الله. اللهم امين. مبسوط انا شفتك وان شاء الله اشوفك تاني في الحلقه الجايه ان شاء الله حبيبي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في كلام جامد مع حامد. انتظرونا في حلقه تانيه. سلام.